السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ومع فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا هاد الرغيفات بعجينه وحده. غادي نصاوبوا جوج ديال الاشكال، حشوه مالحه وبحشوه حلوه كيجيو فتين ومقرمشين ومورقين. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي العجين. عندي هنايا زلافه ديال الفينو، غادي نضيف عليها زلافه ونص ديال الدقيق اللي بطبيعه الحال راه مغربل. غادي نضيف عليهم قبصه ديال الملحه. صافي، هادو هما المقادير اللي عندي بالنسبه للعجين. غادي نجمعهم بالماء اللي غادي يكون دافي حتى نحصل على واحد العجينه اللي غتكون لينه. نضيف الماء غير شويه بشويه وانا كنعجن حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه، ومن بعد غادي نوضعها في السلوفون وغادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الحشوه، فهي حشوه اللي بصراحه كتجي لذيذه بزاف. عندي هنايا الخضر، عندي هنايا بصله كبيره مشلطه رقيقه، خيزو محكوك في الحكاكه رقيقه، القرعه والفلفله الحمراء. تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الخضره متوفره عندكم. عندي كذلك هنايا قطع ديال صدر الدجاج اللي شرملته، تقدروا تعوضوها بالكفته ولا بالطون ولا باي حاجه متوفره. عندي هنا العطريه اللي فيها الملحه، سكينجبير، شويه ديال التحميره الخرقوم، شويه ديال البصار وقزبر حبوب. اللي بغى الهريسه يمكن له يضيفها. عندي هنايا حك صغير ديال الشامبينيون اللي قطعته حتى هو طريفات صغار. عندي 50 غرام ديال الفرماج، وعندي هنايا واحد الملعقه كبيره ديال المعدنوس. بالنسبه لهاد الخضره غادي نشحرها مع 2 معالق كبار ديال زيت العود او زيت نباتيه. وعندي هنايا كذلك صوص ديال الصوجا. انا خديت الخضر حطيتهم هنايا فوق البوطه باش يتشحروا. غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال زيت العود، غادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان. عاد من بعد غادي نضيف عليهم صدر ديال الدجاج. ملي تشحرت لنا الخضره واحد شويه، دابا غادي نضيف طريفات ديال الدجاج ديجا شرملتهم. غادي نضيف الشامبينيون، غادي نضيف كذلك العطريه، وغادي نضيف 2 معالق ديال صوص الصوجا. صافي، غادي نخلط هاد المكونات ونخليهم حتى هما يزيدو يطيبوا. ملي طاب لينا هاد الدجاج غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزيتون، حتى هي كتعطي واحد النكهه زوينه. غادي نضيف معلقه كبيره ديال المعدنوس. غادي نخلطهم، غادي نخليهم غير واحد 5 ديال الدقائق يزيدوا يطيبوا معاهم، ومن بعد غادي نخلي الحشوه حتى تبرد تماما. عاد غادي نضيف عليها الفرماج. من بعد ما طابت الحشوه ونشفات من الزيت، خليتها حتى بردت واحد شويه، ودابا غادي نضيف عليها الفرماج. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه، هنا عندي شويه ديال الزيت نباتيه. غادي ناخذ العجينه من بعد ما ارتاحت، يعني غير كتكمل الدلك ديالها في البلاستيك كما كتشوفوا، راها يعني مدلوكه مزيان. غادي نشكل منها كويرات وغادي نخليهم حتى هما يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. هنا من بعد ما ارتاحوا ليا هاد الكرات اللي وجدت، خديت هنايا واحد شويه ديال الزبده ديال التوراق. غادي نضيف عليها نص خماره ديال الحلوه، وديجا راني دايره فيها غير واحد شويه ديال الزيت. غادي نخلطهم وبهم غادي نورق هاد الكويرات. هنا غادي نبدا باول كره. غادي ندهن سطح العمل بالقليل من الزيت النباتيه، وغادي نسرح الكره نبسطها مزيان تولي لنا رقيقه ويبان لنا سطح العمل. بالنسبه للزبده اللي استعملت، فالزبده الخاصه بالتوراق باش كتعطينا يعني واحد النتيجه اللي تكون مزيانه. غادي ندهنها بشويه ديال الزبده اللي خلطتها مع الخميره الحلويات. انا ما دوبتهاش، خليتها على شكل بحال الزبده بوماد. غادي ندهنها بالزبده وغادي نطويها يعني على الشكل العادي اللي كنطيو به الرغيفات.
يعني طريقة اللي راها ساهلة ومبسطة. صافي غادي نحطها جانبا وغادي نكمل بنفس الطريقة الكمية كاملة اللي عندي. من بعد ما كملتهم كاملين بديت باول وحده غادي نطلقها هكا على شكل مربع، وغادي ندير كميه من الحشو تقريبا واحد المعلقه كبيره، وغادي نجمع هاد الجوانب وغادي نزدها. انا دائما كنطلق يعني واحد 6 ديال الحبات في مره واحده وكندير الحشو. هاد الطريقه كتجي في الصراحه كتجي يعني عمليه. بالنسبه للحشوه الثانيه اللي غتكون حلوه غادي نعمرهم بدوائر ديال التفاح. خديت الرغايف اللي بسطتهم بنفس الطريقه ودرت لهم معلقه ديال سنيده في الوسط، وفوق منهم غادي نحط الدوائر ديال التفاح. فهاد الحشوه راه كتجي لذيذه بزاف وهاد التفاح كيجي معسل. في الوسط غادي ندير واحد القليل ديال الزبده غير شويه باش كيجيو معسلين وكيجيو فتيين، وغادي نطويهم بنفس الطريقه. صافي ملي كملت الرغايف كاملين غادي ندهنهم بالبيض اللي ضفت له معلقه كبيره ديال الصوجه وقطرات ديال الخل. في هذا الاثناء الفران درتو ديجا كيسخن، ضروري ما يسخن مزيان عاد ندخلوا له هاد الرغايف. بالنسبه للنار اللي غتكون متوسطه حتى يطيبوا من التحت عاد نشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا. بالنسبه للرغايف المالحين درت لهم الزنجلان من الفوق، تقدروا ديروه اي حاجه متوفره عندكم. وبالنسبه للرغيف الحلوين غادي نخليهم هكا يعني عاديين حتى يخرجوا، عاد غادي نزينهم بالسكر كلاصي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم اللي خرجوا من الفران. كما كتشوفوا راه كيجيو محمرين. بالنسبه اللي حلوين زينتهم بالسكر كلاصي ودرت لهم واحد شويه ديال الكونفيتور من الفوق، والتزيين كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تزينوهم برقائق اللوز ولا اي حاجه متوفره عندكم. وهذا هو الشكل ديالهم، فراه كيجيو محمرين وكيجيو لذاذ بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم بالصحه والراحه وخليت لكم الراحه.